السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعادل بطعم الخسارة. نعم، هذا هو الواقع اللي أنا ما بقدر أتجاوزه، ما بقدر إني أنا أجامل في هذا الشيء. ولكن أهم شيء إنه نستوعب إنه هذا التعادل اللي هو بطعم الخسارة هو لم يكن سبب بإقصائي من بطولة دوري الأبطال، ولم يكن سبب بخسارتي لصدارة الدوري، ولم يكن أصلا سبب في خروج من الكأس. كل الأمور ما زالت مستمرة ومتاحة ومفتوحة أمامك في مباراة الإياب. أنا بالأمس كنت واضح جدا من خلال الفيديو، وحتى نزلت فيديو وطلعنا لايف وقلت إنه هذه المباراة على أثرها المعنوي، أنا ركزت على موضوع أثرها المعنوي أكثر من أثرها في حسابات التأهل. كنت صادق في ذلك، وبالرغم من هذا حتى على مستوى انك تعادلت أربع حسابات التأهل ما زالت 50-50. لربما انه انت كنت في الوقت اللي هو 4-2 لا كانت حسابات التأهل 65% لك. اكيد انت خسرت جزء من حسابات التأهل، ولكن في النهاية ما خسرت كلها. 50-50 كل شيء وارد في مباراة الإياب، اللي انا على ثقة تامة انه برشلونة ايضا راح يكون رائع في تلك المباراة. ما عندي مشكلة، لربما انه نتأهل، كل شيء وارد. وفي النهاية هي مباراة كأس، فاهم شيء انه تأثرش عليك معنويا. في النهاية هذا اهم شيء. أما على مستوى الأثر المعنوي، لأنه كنا ننظر لهذه المباراة وكل الجميع تقريبا أو أغلب جماهير برشلونة، إحنا شو موضوعنا في المباريات الإقصائية راح يكون يا كابتن؟ إيش موضوعنا؟ بحيث إنه عندنا مشاكل على مستوى خط الدفاع، وبنلعب على مصيدة التسلل، وبنفس الوقت في عندي تقريبا إنه أنا ما بتم ترجمة الفرص لأهداف، في عندي مشكلة هجومية واضحة جدا. فإلى أين سأذهب على مستوى المباريات الإقصائية؟ فكنا ننظر لمباراة أتلتيكو مدريد إنه هي أصلا هي نفسها كأنه بده يواجه أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، شو راح تختلف؟ نفس الشيء. فإذا هي المواجهة اللي أنا من خلالها ممكن إني أخذ طمأنينة أكثر، لربما مثلا أخذ رؤية شو كيف بده يكون وضعنا على مستوى المباريات الإقصائية في المباريات المهمة. يعني في وقت من الأوقات لربما يعني كيف بدنا نلعب مع بنفيكا، كيف بدنا نلعب مع دورتموند إن حصل وتأهلنا، أو كيف بدنا نلعب مع إنتر ميلان أو ليفركوزن أو بايرن ميونخ في مباريات قوية جدا. أجاك أتلتيكو مدريد أكبر اختبار إنك أنت تشوف شو وضعك. ممكن تعتبرها في إخفاق، في نوع من الإخفاق. الأصل على أرضك إنه أنت خرجت فائز من بعد الأداء المبهر اللي أنت قدمته، ولكن في النهاية تركت كل الأمور مفتوحة. فعشان هيك هاي المباراة هون كان أهميتها. هل أنت خسرت معنويا بشكل كبير؟ لا، أكيد أذتك معنويا، وأكيد راح يكون في صدى على مستوى المدرب، أكيد في صدى بالنسبة للاعبين. طبيعي جدا وصراحة يعني لابد، لأنه اللي حصل مش سهل. ولكن بالنهاية مش هالضربة اللي أعنت إنه أنت أصلا ما قصيت من البطولة. أنت ما راح عليك مثلا تصدر في دوري الأبطال، أنت ما خرجت من مثلا ما خسرت أيضا صدارة على مستوى الدوري. لا، كل شيء وارد وحاضر. وبنفس الوقت حقيقة خلينا نكون منطقيين، برشلونة قدم في هذه المباراة التناقضات، بس في جزء كبير أيضا يستحق أنه أنت تمدح. ما بيصير أنه خلاص تستثني كل شيء، مع أنه أنا أتفق معك أننا إلنا بالنهائيات أو بالنهايات. يعني شو حصل في المباراة في النهاية؟ خرجنا 4-4، أنا معك. بس برشلونة من بعد الضرب اللي أكلها بصراحة ضربة قوية جدا، والتأخر بهدفين غريبات جدا. من قبلهم فرصة بالرأسية أخرجها تشيزني، بعدها في كمان فرصة. تحس إنه أول مرة أنا بشوف برشلونة بدخل بهذا الشكل السيء. حقيقة لأول مرة برشلونة مش مركز، اللاعبين مش مركزين. كوندي بخطأ، تشتيت للكرة بشكل غريب، مشكلة على مستوى حتى كوندي أخطأ. طب شو أخبارك يا ديونج؟ اعمل فاول، اعمل خطأ. شو بالنسبة لكوبارسي؟ بتحس انه اخطاء مشتركه كانت في اخطاء. بتحس هذا التوهان اللي انا اظن اني اول مره تقريبا يعني شفته بشكل واضح جدا في برشلونه في دخول المباراه. المشكله الاكبر اللي واجهتني انا لاول مره بشوف برشلونه انه بينهار بهذا الشكل. اليوم اللي شفته هو عباره عن انهيار في نهايه المباراه. لربما مثلا تيجي تحكي لي لا، في مباراة مع سوسونو مرت علينا لحظات صعبة كانت التشكيلة فيها مثلا علامات استفهام. تروح لمباراة موناكو بصراحة تعرضنا شوي لانهزامية أو تعرضنا لهذا المنظر، ولكن كان في طرد لجارسيا. في مباراة مثلا سلتا فيجو كنا متقدمين بهدفين مقابل لا شيء، كان في طرد أيضا لجارسيا. يعني ممكن دائما تلاقي حجة، مع إني أنا ما بروح مع الحجة هاي. وبالرغم من ذلك لما كنت تخسر كنت تروح تمدح في الفريق في بعض المباريات، مثلا مع لاس بالماس، مع أتلتيكو نفسه، مثلا في مباراة الذهاب على مستوى الدوري، حتى في مباراة ليغانيس كنت تطلع وتمدح في الفريق. سوء حظ، سوء كذا. لكن انهيار اللي شفته في آخر 10 دقائق لا، هو غريب بصراحة. ومشكلة إنه المشجع البرشلوني عنده مشكلة في المباريات الإقصائية من ناحية هذا الانهيار. هو لا يحب أن يرى هذا المنظر. حتى فليك لما جابوا عليه الكاميرا نهاية المباراة، أو خلينا نحكي آخر 5 دقائق والوقت الضائع،
تعابير وجهه أول مرة بشوفه فيها، هو كأنه مثلا حاسس بالصدمة، حاسس بالعجز، حاسس إنه في مشكلة مش قادر يجابه سيميوني. لأنه تعال على فكرة في نهاية المباراة من تفوق على الآخر، سيميوني ولا فليك؟ لا سيميوني. لا يا يوسف كل الفرص اللي ضيعنا، لا حبيبي الله يسعدك مش هيك بتنحسب انه سيميوني جاي راح يعطيك الكرة وراح يخليك تهجم وراح تكون الفرص لك اكثر، وهذا شيء مقروء، هذا مقروء من قبل المباراة. في النهاية من وصل للنتيجة اللي بده اياها؟ لا سيميوني اللي وصل للنتيجة اللي هي 4-4، وخاصة من بعد انه انا متأخر على ارض برشلونة ب4 اهداف مقابل هدفين، وبنفس الوقت خاصة انه اجت الاهداف باقدام وبمساعدة اللاعبين اللي انا استعنت فيهم من الدكة، اذا انا تحسب الي. اذا حقيقة على ارضية الملعب اليوم الذي تفوق سيميوني ليس بالافضلية من ناحية انه مين سدد اكثر او بالاحصائيات، لكن باللي انا بدي اياه واخذته، نعم انا اخذته، أنا حصلت عليه. سيميوني حصل على ما يريد، وأيضا بصراحة لو امتدت المباراة لربما سيميوني بيسجل الهدف الخامس أيضا. إذن خرج في اللي بده إياه. هنا فليك أكيد راح ينزعج لأنه كان له يد أيضا على مستوى التبديلات اللي حصلت في المباراة، يتحمل جزء لا بأس فيه. نيجي للمباراة، كيف دخلنا المباراة أو كيف التشكيلة المتعارف عليها المتفق عليها اللي كلياتنا توقعناها، أوكي حصلت قولا واحدا باستثناء عامل واحد اللي هو مين؟ توريس. وخلينا أتحدث عن توريس وأنهي موضوع توريس. يا جماعة أنا سئلت في اللايف الماضي أكثر من سؤال وكل مرة يكون نفس الجواب، هل أنت بتتمنى أو بتتوقع يكون توريس على حساب ليفا؟ أقول لا وبعنف أقولها. ليش؟ قلت لأن هاي التجربة أنا عشتها مع تشافي أول موسم والموسم اللي بعديه، إنه كل ما يتحسن هذا اللاعب بتلعبه في مباراة مهمة بيسوي لك إخفاق، بيخرج من حساباتك، بسبب لحاله أزمة نفسية وبصير كلام عليه وانتقادات، وهذا الشيء مؤذي بالنسبة للاعب. ما تأخذ كل كلامي دائما على مبدأ حب وكره، سيبك شو بحب توريس أو بكرهه، مش موضوعي يا رجل، أنا بحب برشلونة، فأنا لما أجي موضوع أنا بدي أحافظ على اللاعب صدقا. يعني انتقادي انه انا اصلا حبيت انه اللاعب يستمر في اللي هو فيه. ممكن البعض يقول طب هو دخل اساسي مباراة فالنسيا. يا عمي مش هاي المباريات، انا بقول لك في مباراة يكون كلياتها تفكير انه مين الخيار التكتيكي افضل، مش موضوع إراحة أو موضوع مداورة. مين الخيار التكتيكي الأفضل، توريس ولا ليفا؟ أروح مع توريس. هنا حطيت عليه الضغط إنه أنت اللي بدك تنقذني في هذه المباراة وأنت اللي بدك تقوم بأدوار ليفا. الشوط الأول أنت بتخرج متقدم ب5 أهداف، 5 أهداف لولا توريس يا جماعة اليوم مش موضوع يضيع الفرص هاي، خلص أوكي ماشي ضيعها يلا ماشي يا رجل. في 3 مرات ما عرفش يستقبل كرة. توريس بداية الشوط الثاني من كثر ما هو كان سيء الشوط الأول كانوا يعملوا معاه ثنائيات، كان يضيع الكرة، ما يعرفش يستقبل، ما يعرفش يلعب الثنائيات. الشوط الثاني حتى تبديله ما فعلش إشي، وفقدنا عنصر مهم في موضوع الثنائيات. اللاعبين بطلوا يلعبوا معاه وبطلوا يعطوه، بطلوا يمرروا الكرة حتى، فكان سيء. فهون إحدى الأمور اللي أنت أخطأت فيها يا مين؟ فليك. ما هو لو دخل توريس وبدع شو بدي أروح أحكي؟ بس سؤال، بس بدي أروح أمدح في توريس؟ لا، بدي أروح أمدح في اللي عمل هذه الخطوة الجريئة. كان كل اليوم حلقتنا بدها تكون تطبيل لفليك إنه أنت كيف تجلس ليفا وبتأخذ القرار وبتلاعب توريس. هنا ممكن البعض يقول لك ما هو معاه الحجة، ما هو ليفا سيء، ما أنا معك، بس الأصل إنه مدربه أوعى. يعني مش منطق أنا بتحدث من وراء على تلفون بتحدث وبقول لك لا توريس ما بفش غلة، وكلنا متفقين على هاي الناحية. مش مباراة كبيرة. المشكلة اللي حصل اليوم انه ممكن اللاعب يتأثر، ممكن يلا سوي معاه ريست ورد يلا. كنت انا افضل انه خليه كلاعب بديل، هي بدخل بفيدني، بدخل في بعض المباريات بريحني، مش بمباراة كبيرة بحيث اني اخسره نفسيا لربما. بنفس الوقت هنا اصلا ليفا كسب معركة، ليفا دخل سجل، نعم اضع هدف بس سجل. ليفا شاف هاي خياراتكم يا جماعة اللي انتم كلياتكم طول النهار تنتقدوني، كسب معركة. والخوف كل الخوف انه يكسب المعركة ايضا من ناحية اولمو. مش موضوعي انا معارك ومش معارك، بس هي خلي امور ضاغط على ليفا اكثر. انا خسرت احدى الامور اللي ممكن تضغط على ليفا فيها اللي هو توريس. المشكلة الاكبر هون عاد انا بدي اجي احكي انه في بعض الاخطاء بتحملها فليك. هون انا بدي احمله خطأ. اول شيء في اختيار توريس ما إلي علاقة بحملك اياه، اذا انا كنت معارض لانه انا من وجهة نظري خطأ، فانا من حق اني انا اختلف، من حق اني احكي لا، انتوا حرين اللي كان بده توريس. ما عندي مشكلة على فكرة، تقبلت الموضوع أنا. لا، كانت مشكلتي أكبر إنه أنت يا فليك من أهم مزاياك وروعتك إنه دغري تتدارك المواقف ومش من النوع اللي بيعاند. طيب ضل مثلا دخل الشوط الثاني ليش؟ طيب دخل
يضل الدقيقة هذا 65 ولا 70. والله أنا شو جبرني أضل أشوف هذا المنظر القبيح. معلش يعني أنا متى بدي أشوف هذا المنظر؟ هنا تأخر فليك في إخراجه لدرجة دخل رافينيا ليفا مثلا جاب هدف بغض النظر إنه أضاع كمان هدف. يا أخي يدخل ضيع وجيب، بيختلف الموضوع بصراحة. هاي إحدى الأمور. الأمر الآخر إنه أنت برضو دخلت جافي. طيب يا شو يوسف يعني بدكاش كمان يدخل جافي؟ شوف، إذا كان الخيار بإدخال جافي عبارة عن إراحة لأولمو لأنه أولمو ما بيقدر يكمل المباراة على عيني وراسي. أولمو قدم شوط أول سيء، ما عندي مشكلة، بس الشوط الثاني كان رائع جدا وكنا نلعب بالمنظومة وكل أمورنا تمام. ليش خيار جافي مثلا؟ شوف، لو دخل جافي وسجل هدف وكان رائع في النهاية بتدمدح فيك فليك، لكن بما انه كان سيء وكان نقطة او منعطف في المباراة فانا بدي حملك اياها. ليش؟ لانه المباراة الماضية انا طلعت اقول لك شكرا فليك وكنت ازقف لك وطبل لك. ليش؟ لانه اللاعبين البديلين هم اللي جابوا لنا النتيجة اللي هو اولمو ترس في المباراة الماضية. فمين اللي سوى التبديلات هاي؟ ليش كل الناس صارت تحكي لك فليك وابو الحلول وهو اللي اوجد الحلول؟ لانه انت كانت خياراتك صحيحة على ارضية الملعب، اليوم كانت الخيارات سيئة، فانا مضطر اني انا احملك جزء من الخسارة اللي حصلت. على عكس مين؟ سيميوني اللي كانت تبديلاته هي المثمرة عن تسجيل الأهداف، هي المثمرة، هي اللي أنتجت عن أنهم يعودوا في هذه المباراة. بنفس الوقت الخطأ الثالث اللي هو كلياتنا متفقين عليه، يا سيدي إحنا الأفضل وإحنا بنبحث عن الهدف الخامس. صح صار عندي مشكلة إنه عمنا ألفاريز بضل على الخط بمسك هالكرة وبرسلها ومسوي لي أرق. طب عالجها، ما تعالجتش، وهي مشكلة كوندي الأبدية هاي وخلص كلياتنا بنلعب على جهة كوندي، ما في مشكلة. استقبلنا هدف بس لساتنا احنا الطرف الافضل، وعلى فكرة لساتنا ما انهرنا، امورنا كويسة، حتى استقبلنا هدف صارت النتيجة 4-3، ما في مشكلة، امورنا تمام. صح. شو الخيار اللي انت عملته باخراج بدري ورافيني وانت الغيت الجزء هذا اللي هو الجزء الايسر اللي كان حيوي؟ رافيني بدري بيجي لناحية رافيني وبنخلق الثنائيات وجايين في كل الدنيا. سويت هذا التبديل انت زبط اللعب حتى وين عند بالدي، والبدلاء ما كانوا زي ما انت بدك، لا غارسيا ولا حتى اللي هو فيرمين لوبيز. فمضطر اني انا احكي انت احد الاسباب. وعلى فكره في الدقيقه 85 بدلتهم، في البعض ممكن يحكي مع عندنا مباريات وعندنا كذا شو ضاير 5 دقائق، لا مش موضوع اراحه، هي خيارات تكتيكيه صح. وبنفس الوقت 85 حتى الدقيقه 95 تتكلم عن 10 دقائق بتسجل فيهم 10 اهداف، الموضوع غريب. طيب هل انت فكرت انه بدك تدافع؟ خلاص قلت انا ما بديش الهجوم اطلاقا، بس ما بزبط. طيب هل انت اصلا جربت انه انت تدافع قبل هيك؟ ما احنا ما بنعرفش ندافع، احنا ما بنعرفش نشتت. الانهيار اللي صاب الفريق هذا في النهايه لابد اني اروح للمدرب واقول له شو اللي صار. هل هذا يعني احنا اليوم لما ننتقد فليك يا جماعه، وهاي المشكله اللي انا بواجهها مع الاصدقاء والمتابعين، انت هسه جاي تحكي على فليك ولك يخلف على فليك ولك كذا، وانا ما زلت اقولها شكرا لفليك. صح هسه رحنا على السيئات والسلبيات، وكذلك دخول المباراة هذا برضو غريب جدا. على كل حال، لكن ما حدث على أرضية الملعب يا جماعة من بعد ما برشلونة استعاد نفسه هيك ووقف صح على أرضية الملعب، احنا خسرانين 2-0 يا جماعة مع أتلتيكو مدريد. ممكن فريق ثاني خلص النهار ما برجع، إلا إنه رجعنا وأي رجعة يا جماعة، أي رجعة رجعنا يا جماعة. فريق مرعب على أرضية الملعب، الضغط اللي عمله برشلونة كل شيء جميل، الثنائيات، المهارات، متعة أقسم بالله العظيم. مشاهدة برشلونة ممتعة جدا جدا جدا، استثني النتيجة. انت اللي فعلته في الشوط الاول وانت كنت خسران بهدفين مقابل الشيء، وتعود امام اتلتيكو مدريد وتتعادل معه بهدفين مرسومات رسم بصراحه، بهدفين رائعات جدا، بهدف اللي هو سجله بيدري بشكل رهيب جدا بروعه من لامين يامال بمررها لكوندي، كوندي بيحكسها بشكل رائع جدا، بيجي الهدف، بعدين بنجيب كمان هدف عن طريق كوبارسي بالرأسية. يعني اللي حصل شيء رائع جدا، روعة انك تعود في النتيجة وبترد تسجل الهدف الثالث ايضا برأسية من مارتينيز. هدفين مدروسات، هدفين الركنيات من كرة ثابتة، هذا الشيء مدروس. شفناه قبل هيك ايضا مارتينيز سجلها، شفنا مارتينيز اخذ ركلة الجزاء كان رايح يسجل هدف برضه بالشكل هذا في المباراة الماضية. كوندي في اراوخو سجل، هذا ما كلياتنا بنسحب اللاعبين بيجي اللاعب من الخلف وخاصة بيكون مدافع بيسجل هذا الهدف. فمدروسات، كل أمورنا تمام، وخرجنا من الشوط الأول مبسوطين فرحانين لأنه الحدث مش سهل. رومنتادا كانت رائعة جدا بصراحة. وأجينا للشوط الثاني، برشلونة أروع من الشوط الأول، أروع بكثير. أداء يا جماعة سحر أقسم بالله، خاصة مع تحسن أولمو اختلفت أمورنا أكثر. أولمو الشوط الأول علامات استفهام، أولمو كان في كرة يتعامل معها أفضل في الشوط الأول، تعامل معها بشكل سيء، وبالرغم من ذلك دخلنا الشوط الثاني ولا في
اروع من هيك، لكن في النهايه انت بتلعب مع اتلتيكو، معرض انك تستقبل هدف، استقبلت هدف انهارت تحسب عليه، وانت كان لك يد يا فليك. هارد لك هذا التعادل. دخل ليفا سجل الهدف الرابع، وكان بالامكان انه يسجل الهدف الخامس بصراحه بشكل غريب، اضاع الكره. لكن في النهايه هذا هو حال كره القدم، تجيش معك، خاصه فريق زي اتلتيكو يعني بيأذيك، بيعرف كيف يأذيك، بينكد عليك وينيمك على وجهك هيك. هارد لك يا جماعة، هارد لك والله، هارد لك. يعني يا خسارة الهدف الجميل تبع بدري، ويا خسارة المتعة اللي احنا شاهدناها. برشلونة كان ممكن انه يخرج منتصر في هذه المباراة، ولربما كان ممكن يخرج خسران لو ابتدت المباراة كمان دقائق. مباراة عشنا فيها كل التناقضات، برشلونة بتأخر بهدفين، بعدين بتصير 4-2، بعدين برشلونة بتعادل وعلى أرضه، يعني كل التناقضات شفناها. لكن ما زالت كل الأمور مفتوحة ومشروعة على مستوى مباراة الإياب. نتكلم عن اللاعبين، نروح نتكلم عن أمور مهمة جدا تخص المباراة. نروح تشيزني انت نص نص زي ما بيحكوها، كنا نحكيها واحنا صغار، انت نص نص. يعني ما بقدر ان انا اعطيك احد نجوم اللقاء اطلاقا، ولا انا بحملك النتيجه واللي حصل في المباراه، لانه انك كان لك تدخلات بصراحه تحسب لك، وبنفس الوقت كان ممكن تتعامل مع بعض الاهداف اللي تسجلت فيك بشكل افضل. الهدف الثاني يعني ربما كان تعاملك يكون افضل، لانه انت اصلا صديتها ولكن تسجلت فيك، وهذا سوء تصدي منك. لربما انك بتحمله جزء مش جزء. في النهايه انت مع تشيزني لا تخسر. تشيزني يعني مش ما بحمله النتيجة، ولكن عدة لاعبين، يعني حتى الأهداف إمكانك ترجع لها. يعني مثلا زي الهدف الذي قطع من كوندي، أو خلينا نحكي تمرير خاطئ من كوندي. طيب ماشي يا ديونج، روح اكسر اللاعب، اكسح اللاعب، لا ما وقفه، عمل فاول، لا ضل يمشي. شو أخباركم أنتم خط الدفاع؟ التمركز بالنسبة لمارتينيز وكوبارسي بصراحة تحسب عليهم. فالأخطاء كانت متراكمة، كانت لعدة لاعبين. على كل حال، وأيضا روعة أتلتيكو وقدرته على التحولات. هذا في النهاية أتلتيكو، ما بلعبش أنا مع فريق عادي. يعني مباراة مجنونة، مباراة ممتعة رائعة جدا، لا طرف محايد أو اللي كان شجع أتلتيكو. إحنا طلعت المباراة مش حلوة بالنسبة لنا، بالرغم من إنه فيها لقطات يعني هي خسارة الخسارة، يعني كان الواحد ممكن هسه قاعد بتغنى. النتيجة دائما إلها دور فيما يحصل. نروح لقلوب الدفاع. يعني إنياغو مارتينيز ربما مش هالمباراة الرائعة جدا، ربما إنه كوبارسي ومارتينيز نتحدث عنهم كاثنين اليوم كان في سوء تمركز في بعض الأهداف. يعني نعم ماشي كوندي أخطأ كذا، بس أنت شو أخبارك؟ خطأ كمان من الطرف الآخر، ممكن تحمل جافي مثلا خطأ بالهدف. طب هم وين كانوا مع اللاعب رايحين سحبهم، يعني عيب برضو بحقه. في أخطاء بصراحة بتحملوها، لكن في النهاية الاثنين سجلوا أهداف، كانوا حاضرين على مستوى تسجيل الأهداف، والأهداف تحسب لهم أيضا. بنفس الوقت هي أخطاء متراكمة أو أخطاء خط دفاع بشكل عام، خط مصيدة، فمش فقط إنه أنت بتحملهم، لا اللاعبين هم يتحملوا جزء لا بأس فيه. لكن لما نروح لكوبارسي الرائع جدا، كوبارسي الليبرو، كوبارسي والعمل الهجومي اللي بيقوم فيه كوبارسي، وخيار التمرير الموجود دائما من ناحية لامين يامال أو من ناحية بدري أو من ناحية أي لاعب، دائما كخيار تمرير أنا موجود. ثقته الحاضرة، روعته ومساهماته الهجومية، وبناء هو مساعد بشكل هائل على مستوى البناء. بصراحة هذا الشيء بذكرني في مركز الليبرو اللي هو مركز بيكن باور اللي هو المركز الذي اختفي أو خلينا نحكي تلاشى في أوقاتنا الحالية، مش موجود، ولكن هو يقوم بهذه الأدوار مع فليك. نروح للأظهرة. للأسف الشديد يعني بالدي ما بقدر أحكي أنك قدمت مباراة سيئة جدا ولا مباراة جيدة جدا، لا مباراة متوسطة، مباراة في علامات استفهام، في عندك كم مشاكل دفاعية. ربما أيضا آخر 10 دقائق أنت تحملت عبء أكبر منك، ما كانش في مساندة لبعض اللاعبين. ديونج ساندك قدر الإمكان لكن ما قدرتوا الاثنين. في طبعا لوم أكيد على بعض الكرات أنت فقدتها. اليوم ما شفت مثلا بالدي اللي بيشارك بشكل هجومي زي بعض المباريات اللي قبل هيك، كان في اعتماد كامل على جهة لامين يامال. أحيانا يتم مثلا تمرير الكرة لطرفه ولكن لا يقدم، يعني ما كانت مباراة قوية من ناحيته، مباراة عادية. لكن مشكلتنا في الطرف الثاني اللي البعض هلا رح يجي يحكي لي أنت بتكره كوندي. يا سيدي بكره، ما بحب، هذا إشي بينه وبين نفسي، بس إذا بدك ناقشني فيما يحصل على أرضية الملعب. اللاعب اليوم في كرتين ثلاث ما عرفش يستقبلهم، اليوم اللاعب جبان، اللاعب خايف، اللاعب بس يقرب عليه أي لاعب من الخصم هو بيخسر الكرة، بيرتبك تمريرات. طبعا ممكن البعض يقول لك ما هو صنع هدف. يا حبيب قلبي أنا لما كوندي ضيع هدفين على باب المرمى ما لومته، أنا ما بحاسبه يا عمي هجوميا. أنا بعرف كوندي هو أصلا مش ظهير، حتى إني أحاسبه هجوميا بشكل رائع جدا، والتحسن الهجومي تحدثنا عنه. لكن أنا مشكلتي أنت كمدافع،
استقصاد. يعني انا مش عارف كوندي من بعد كل مباراة لما يشوف انه شو الخطة الحرارية والهجوم كان من جهته تقريبا 4 أضعاف الجهة الاخرى، هنا هو شو نظرته لنفسه؟ نعم هو الاستهداف ليس فقط لاجل كوندي انه ضعيف، نعم لانه ايضا عدم اسناد من لامين يامال الى حد كبير، نعم برضه هو اصلا استقصاد لهذه الجهة ايضا عشان برضه انه تعمل خلل في هذه الجهة على مستوى الهجوم، وكوندي ما يهاجم ايضا ما يساعد اكثر مع لامين يامال لانه راح تكون الامور ايضا مشكله كبيره زي الهدف اللي تسجل اليوم وسجله بدري. نعم نعرف هذه الامور، ولكن برضو انت ضعيف، انت عندك مشكله. اي لاعب من جهتك ممكن يرفع، اي لاعب من جهتك ممكن يسدد، اي لاعب من جهتك ممكن يفعل اللي بده اياه. بصراحه في مشكله، وانا هذا وجهه نظري اللي انا متاكد صح يجيني هجوم عليها. انتم حرين، انا هاي مشكلتي مع كوندي. خط الوسط خلينا نتكلم عن الثنائية، لأنه بدري دائما كلامنا تقريبا شبه مكرر، لكن بدري الدفاعي وحتى خسرناه على مستوى بعد التبديل لأنه كان له دور كبير جدا على مستوى المساندة بالنسبة لبالدي، لا خسرنا هذا الشيء. فحاول أيضا ديونج أنه يقوم بهذه الوظائف مع دخول غارسيا مكان ديونج، لكن أتوقع بدري كان أفضل. لكن الثنائية عجبتني، الثنائية رائعة جدا. نعم في مشاكل، نعم في مشاكل، لربما النوع اللي بعرفه أنا من بعض المشجعين اللي هو الاستقصاد لديونج بالذات. أنا متأكد أنه ممكن يخرج بفيديو هذه المباراة لبعض الحالات اللي كوندي أخطأ فيها لربما، ولكن يا عمي اللي فعله اليوم أنا بالنسبة لي شيء عظيم، كان رائع جدا. هو وبيدري خلقوا ثنائية رهيبة جدا، ثنائية جميلة جدا. بيدري بالخروج من الضغط، بيدري بالاحتفاظ بالكرة، ومن ثم تمريرة سحرية بتعرفش من وين أجتك. بيدري اليوم سجل هدف، بيدري المدافع. ديونج أيضا اليوم ممكن البعض يلوم مثلا على الاحتفاظ بالكرة في بعض الأحيان، ولكن هو في النهاية يا ما احتفظ وقدر يطلع في هذه المباراة. فإذا يعني عادي جدا ممكن تنقطع منه الكرة، ممكن يحدث شيء عادي جدا في النهاية. أنا بتصور إنه هاي المباراة قدمت ديونج بشكل، أنا ممكن إنه أشوف إنه هاي المباراة اللي قدمته بشكل أساسي 100%. يعني اليوم أخذ الأوكي 100% هذه المباراة، هيك وجهة نظري. نروح اللي امامهم اللي هو اولمو مقسوم، شوط اول سيء، وبالعكس يعني في فرصه كان بامكانه يتعامل معها بشكل اخر، لكن شوط ثاني كان حاضر. اولمو اختلف كليا. انا بحس انه اولمو مع ديونج احيانا مش دائما، لربما انه في وظائف تقريبا بتحسها كمان متشابهه، ولما يكون بدري فبتحس انه بتفقد جزء من قيمه اولمو احيانا، هيك بحس يعني، لانه وظائف تقريبا مشتركه. ولكن بالرغم من ذلك الشوط الثاني جميل، اولمو اعطى تحركات رائعه جدا وعمل ثنائيات مع خط الهجوم، وكان حاضر بشكل هائل جدا. فعشان هيك التبديل، اذا انت تبدلت مثلا ودخل جافي في فكره انه انت ما بتقدر تكمل المباراه في عذر، ولكن على موضوع انه جافي ممكن يعطيك حيويه اكثر، اظن انك انت اخطات في ذلك. دخل جافي، خلينا نعطي جافي في عندنا مشكله جافي معك، يعني انت بتتحمل اليوم جزء من اللي صار. انت جافي اليوم دخلت ضايع، بتتخبط بنفسك، انت قاعد بتتضارب، بتتطاوش مع حالك، ايش بدك انت نفسك مش عارف تاخد قرارات، مش عارف تعمل ضغط، مش عارف تعمل تمريرة. مشكلة. طبعا بدي اشطب هاي المباراة اني شاهدتها لجافي، مش حكم، لكن هو جافي بالنهاية لسه ما رجعش جافي اللي احنا ننتظره ونستناه ابدا، حتى الان ما شاهدنا ذلك. نروح للخط الامامي، من امامهم طبعا لامين يامال هو الحلول من عنده. هلا في عنده لمسة زائدة، في عنده نوع من الأنانية البعض اللي ممكن ينتقدوا عليها، لكن المباراة كانت كلياتها من عنده من خلال الشوط الأول أو الشوط الثاني، كل الحلول كانت من عنده. هذا الشيء لا يسيء لرافينيا اللي راح نعطيه حقه أيضا. ولكن رائع جدا اليوم لامين يامال اليوم كان فعال. لامين يامال اليوم كان فعال على أرضية الملعب، حتى على مستوى الثنائيات، حتى على مستوى التمرير، حتى بالاحتفاظ بالكرة احتفظ فيها في الوقت اللي احنا كنا نحتاج انه يحتفظ فيها، حتى لما كان يعمل مراوغة كان بالوقت الصحيح يعمل المراوغة. اليوم كان إبداع سحر على أرضية الملعب، من المباريات المميزة جدا لامين يامال. عادي جدا انك تتكلم وتروح وتحكي انه هو نجم المباراة. صناعة الهدف رائعة جدا، ايضا تمريرته لكوندي في الهدف الثاني رائعة جدا، تحركاته، القلق اللي سواه، الانذار اللي تسبب لجالانت، كل شيء رائع على أرضية الملعب يحسب لامين يامال. حقيقة ممكن تلومه في بعض الأمور، لكن لا تذكر جنب إبداعه. بتروح على الناحية اليسرى اللي هو مين؟ رافينيا اليوم قدم مباراة أنا بالنسبة إلي، وهنا ممكن نختلف، من المباريات المميزة جدا، التحرك البدني والضغط. عشان هيك بالأمس في اللايف تعرضت لسؤال إنه ليش رافينيا خف الضغط عنده في آخر المباريات. قلت إنه جافي صار يأخذ جزء منه، بنفس الوقت بتوصية إنه يعني رافينيا يجب إنه عدم استهلاكه بشكل كبير على مستوى الضغط. وقلت إني براهنك في هذه المباراة راح تشوف رافينيا
وشو راح يعمل ضغط. فعليا رافينيا كان حاضر في هذه المباراة من النواحي التكتيكية والضغط، وبنفس الوقت يحسب له أيضا صناعة هدفين بالرغم من أنهم من ركنيات، ولكن أيضا صح. بنفس الوقت أعطى كرة لتوريس رائعة جدا كان بالإمكان يسجل منها هدف، وصنع كمان كرة رهيبة جدا لليفا وكان بإمكانه يسجل منها هدف. فشو بدك أكثر من هيك؟ حاليا رافينيا 40 مساهمة حتى الآن في هذا الموسم، شو المطلوب منه أكثر من هيك؟ بالنسبة إلي رائع جدا. ممكن أضع فرصة صحت له، ممكن عادي جدا، لكن بصراحة بالمجمل برضو إذا رحت وحكيت إنه نجم المباراة أبدا قولا واحد مقبول إنك تحكي بدري أيضا نجم المباراة أو لامين يامال نجم المباراة. بصراحة هذول الثلاث لاعبين ممكن، وكذلك بالإمكان إنك تروح مع توريس وتحكي نجم المباراة. إذا توريس تكلمت عنه للأسف الشديد، يعني كان أسوأ شيء حصل في هذه المباراة. دخل ليفا أعطاني تحركات، حتى أعطاني مساندة على مستوى خط الدفاع، وأعطاني تكتيكيا حضور رائع جدا، وتهديفيا أيضا سجل هدف في النهاية، سجل هدف بصناعة، يعني كان حاضر في المكان المناسب سجل الهدف. نعم الهدف سهل، لكن بالهدف اللي بده شوية ليفا لا ما كان موجود. هو أنا مشكلتي معك يا ليفا صفك، انه الهدف اللي سجله طبعا يحسب لك انت في النهايه حسن تمركز، لكن فيش مجال لو اجيت بدك تشتتها بتقدرش، لانه راح تسجله هدف صح اللي هو من لامين يامال. لكن لما اجتك كرة انه بدها ليفا اللي انا بعرفه، ما كان حاضر ليفا للاسف الشديد، سددها وخرجت برا. ولكن ربما لو تسجل هذا الهدف كان الامور ايضا تعني بشكل اخر. هاي مشكلتنا مع ليفا، وبالرغم من ذلك المباراة القادمة انا مع وجود ليفا، لاني انا بشوفه من توريس ماليش مصلحه فيه، وبديش اخسر خيار كمان اولمو على مستوى المهاجم، لانه اولمو هي بيلعبش 70 دقيقه. يعني انا بدي اضل اعاني من هذا الموضوع. خلص ليفا ضيع فرص وجيب فرص، وانت انهي الموضوع خليك موجود. بصراحه ما عنديش الحلول ممكن تكون بدايه الموسم، اما الحلول حاليه انا اتوقع ما في. يلا هارد لك جماهير برشلونه، لكن ما في اشي، ما خسرنا اشي، وانتقادنا لبعض اللاعبين أو حتى المدرب في هذه المباراة لا يعني شيء. ما زال برشلونة رائع، ما شاهدناه في هذه المباراة بغض النظر عن الأخطاء الدفاعية، عن الضياع اللي شفناه في آخر المباراة، لكن بالمجمل برشلونة قدم مباراة بصراحة رائعة جدا. بدري يعطيكم العافية. السلام عليكم.